أهلا أهلا يا أصدقاء، شلونكم؟ إن شاء الله زينين. تعالوا ياي أقدم لكم وصفة طيبة ولذيذة ومشبعة لأصحاب الدايت. لا تنسوني بالاشتراك وتفعيل الجرس واللايك. وصفة مليئة بالبروتين والألياف الصحية وخبز مشبع أحسن بهواي من الخبز الأبيض، ويفيد جماعة الدايت وغني بالكربوهيدرات. تعالوا ياي، الوصفة سهلة وسريعة وتقدرون تسووها. عندي 3 أكواب عدس وبيضة ورشة ملح وكمون ومي كوب. العدس منقوع يعني تقريبا من 3 ساعات إلى ساعتين. هنا ملعقة كمون ورشة ملح وبيضة وخلطته جيد بالخلاط لحد ما يتماسك ويصير عندي بهذا القوام. كوب طبعا مي، وإذا شفتوا القوام كلش ثقيل تقدرون تضيفوا له، تقدرون تسووا مثل هذا الخليط اللي أنا سويته. مثل ما تشوفون على نار هادئة. أنا قبل ما أضيفه على النار ضفت ملعقتين زيت الزيتون، وإذا عندكم زيت عادي هم مو مشكلة عادي ضيفوه. وأبدي خبزة للعدس بالمقلاة، أضيف ملعقة زيت زيتون على نار هادئة جدا، وأبدي أوزع الدهن زين. مرة واحدة أضيف دهن، ما أضيف يعني كل مرة كل خبزة أحطها، لا. عندكم مثل هاي المقلاة تكون تيفال على مود الخبزة تطلع بساعة. حطيت ملعقة زيت الزيتون أو عندكم زيت عادي مو مشكلة، وبديت أحط الخبز مثل ما تشوفون أوزع بهاي الطريقة، وهو يستوي من وحدة أقلبه ويستوي. بنات يعني ما تتخيلون هذا الخبز ايش قد فادني بالدايت، والله العظيم أنا تقريبا نقصت عليه 10 كيلوات. استبدلته بالخبز العادي وبالصمون، يعني كنت أنا آكل صمون كنت آكل خبز ما أدري بال، فاستبدلته. يعني أنا مدة أسبوع نزلت نزول مو طبيعي. يعني جدا أنصحكم بيه، مليء بروتين مليء بالألياف. وخاصة يعني جماعة الدايت قلت لكم كلش يفيدكم. غدا عشاء ريوق أنا أسويه وأحطه بالمجمدة، أسوي كمية من عنده وأحطه بالمجمدة، ومثلا أطلع وأحمي شوي شوي مثل ما تشوفون. وإذا عندكم هماتين حب قرع، أنا هنا هسه حضيف حب قرع. شوفون هنا مي أبد لين يشقق لشي مثل ما تشوفون. وهنا ضفت حب القرع مثل ما تشوفون، هو مليء بالبروتين والمعادن مهمة مثل المغنيسيوم والزنك، كلش فوائده قوية حب القرع يا بنات. وهنا سويت كمية زينة مثل ما تشوفون. وبالمناسبة يا أصدقاء حبيت أشارككم تجربتي أثناء ما أمشي بالسوق، ولقيت أبو محل كرزات ما شاء الله ما شاء الله أشياء تفتح النفس. الكرزات اللي عنده والفواكه المجففة والفواكه المقرمشة. وراح أحط لكم الجولة مالتي بالمحل مالته ما شاء الله مثل ما تشوفون، اسمه كرزات أثمار الخير. أخذت من عندهم فراولة مقرمشة وفواكه مجففة وكرزات، وما شاء الله الفواكه اللي عنده كلها فريش، الكرزات كلها فريش، والشوكليت نوع أطيب من نوع ما شاء الله، الله يرزقهم. وحب قرع أخذت هماتي. مكانه الكاظمية، بغداد الكاظمية، ساحة قريش، قرب أزياء فيلا الخليجية. بالمناسبة هذا مو إعلان مدفوع، بس هاي مشاركة مني، مشروع محلي إن شاء الله ربي يرزقهم ويوفقهم. صاحب المحل أو الكرزات ما أدري إذا هو متابعني أو لا، بس إذا متابعني تقدر تعلق بالتعليقات حتى أثبت لك رابط الحساب مال انستا. وبالتوفيق للجميع يا رب، وشكرا لكم. لا تنسوني بالدعم باللايك والاشتراك حتى أنزلكم وصفات جديدة، وشكرا لكم جميعا.